أصدقائي، أهلا وسهلا. كنظن موضوع الوداد هو موضوع مهم، لأن الوداد ماشي فريق هيئ علينا أو سهل أمامنا. الوداد هو واحد الفريق، ولو لم يكن فريق الأمة فهو فريق جزء من الأمة. وأعود للعنوانين الفارطين، لأن كما وعدتكم فأنا بأنني سأعود الموضوع، أنا أعود إليه اليوم في حلقة ثانية. احتفظت بالعنوانين معا، هذا فريق توشاك وليس فريق الوداد. الوداد فريق أمة أم فريق غمة؟ أم الوداد فريق أمة يجلب لأنصاره وللذين يحترمونه ويقدرونه ماضيا وحاضرا وحتى مستقبلا يتحول إلى غمة؟ اليوم الحلقة جوج. أقول للوداد لاعبون قادرون على تحمل مسؤولياتهم كاملة وغير ناقصة أو مفرومة كما يقول إخواننا المصريين، كما أنهم قادرون على قراءة أخطائهم قراءة موضوعية من غير تعصب أو أنانية أو سادية أو ذاتية. فهذا في حد ذاته سلاح قوي لقهر النكسة أمام الأهلي وجعل تلك النكسة أقوى مساعدا على تخطي مصاعب باقي المباريات. لأن في مباريات تشامبيونز ليغ ولا مباريات تشامبيون أفريكا هي بحال أننا كنطلعوا واحد الجبل، كنبداو من تحت وكنتم حنا طالعين والصعوبات تتكاثر. قلت في الحلقة السابقة بأن لاعبي الوداد في مباراة الأهلي كانوا عبارة عن شتات لا يلوي على شيء ولا يلوي بعضهم على بعض. هذه الصورة ينبغي أن تمحى إلى الأبد وفي أقرب وقت، لما يعتبر كل لاعب ودادي نفسه أنه إضافة حتمية لغيره وليس مستقلا بنفسه ولو فعل ما فعل. وليكون إضافة لغيره عليه أن يتحمل مسؤولية التغطية بكل ذكاء، التغطية دفاعا وهجوما، وتغطية متواصلة من دقيقة واحدة للدقيقة 90 بما فيها التغطية الشفوية. شنو هي التغطية الشفوية؟ أفلان رد بالك، أفلان سير هنا، أنا غنمشي لهنا، سير انت، هادشي غير بيناتهم، بتحريض اللاعبين على التركيز أيضا. وهذا الدور المهم له معنى آخر في الكرة وهو التضامن في المعركة. والمنافسات في الكرة وفي غير الكرة معارك طاحنة، جماعية أولا وفردية ثانيا. مشى داك الوقت ديال التعب والعياء ديال اللاعب في مباراة واحدة. كل ذلك دابا بعد أن تقوت نظرية العضلة أولا والمهارة ثانيا، كما تطورت أيضا تكتيكات الكرة من الفردية المطلقة إلى الجماعية المطلقة. ما معنى الجماعية المطلقة؟ ماشي غير دورك، كتقوم بدورك ودور واحد آخر، إذا ما يمكنلكش توقف. وأنا شفت السعيدي عيا في الشوط الثاني. الوداد ما زالت محتفظة بموقعها ومركزها في خندقها، وما تخلاتش لا على الخندق ولا على الموقع ولا على الموقع الاستراتيجي في الكرة، وهو رأس جبل أحد، وجبل أحد هو الصف الأول. الوداد لم تخسر أسلحتها بعد أو تفقد صوابها أو تفرط في معنوياتها. هذا مهم، هذا بالنسبة للجماهير. لحد الآن أنا اللي كنعرف هي الجماهير اللي محتفظة بالمعنويات ديالها. وللخروج من نفق الضربة وإبعاد المركب من خطر أمواج الغرق وأمواج استداعية الهزيمة، على كل لاعب أن يحاسب نفسه، ولو كان هو الوحيد اللي كان مزيان في المباراة وهو الوحيد اللي قام بدوره على أكمل وجه. سمحوا لي غادي نفهم شوية ونتعلم عليكم، فهمتي، من باب الصداقة والمودة والحميمية، لما أفسر هزيمة الوداد في الرباط بما يلي. أولا، على ما يظهر لي أنه خلال مرحلة التحضير الذاتي
من طرف اللاعبين للمباراة لوتو بريباراسيون، توهم اللاعبون أن مباراة الأهلي في القاهرة الصعبة هي هدف في حد ذاته، عوض أن يعتبروها مرحلة بين المراحل نحو الهدف. فلما خرجوا منها أقوياء وضعوا السلاح على أساس أنهم اقتربوا بالهدف وعلى أساس أن الأهلي غادي يجي عندهم. هذا ما أعتبره سر من أسرار تراخيهم في مباراة الأياب. ثانيا، أندية عديدة كبرى في كل الدنيا تفقد التركيز في محطات معينة من زمن المباراة، وهذا الشيء راه كنعرفوه بزاف الناس، وخصوصا في نهاية الشوط الأول وفي بداية الشوط الثاني. والوداد تصيدات في بداية الشوط الثاني لما جاء في الدقيقة 46 أو 47. 3، يتبين لي أن مدرب الوداد ولاعب الوداد نساو واحد العدو، كاين خصم، لا عدو خصم منافس نساوه، شافوا يلاه المنافس اللي هو الأهلي، بينما المنافس الأكبر الذي يقهر أصلف الفرق وهو ضربات الأخطاء المباشرة، نسميوها الأخطاء المباشرة أو الأخطاء الثابتة أو التسديدات الثابتة أو الضربات الثابتة. لماذا؟ لأن الرؤية لا تكون واضحة للاعب سواء كان أمام الحارس أو بعيد عن الحارس، صعب، ما يمكنلكش تعرف المسار ديال الكرة. قلت لأن المعترك يكون تحت طائلة فوضى عارمة وعامة كما أسميها أمام الحراسة في التموقع، في التوقع، في الممكن المسار اللي يمكن تاخذه الكرة. وهنالك أندية أوكلت مهمة مواجهة المعضلة بانتداب ممررين خاصين لتحصين الدفاعات من خطر التسديدات الضربات المباشرة. وكنظن المدرب بحكم ما عنده من أدوات من اللاعبين، هذا هنا هذا هنا، هذا كيخطي في الشبكة في اليمين، هذا كيخطي في اليسار، هذا طويل، هذا كيضرب بالراس، هو يقدر يتغلب على هذا الأمر. وكنظن الوداد تصيدات في الدقيقة 47 وتصيدات في ضربات الأخطاء المباشرة. أصدقائي، إلى اللقاء.